فيلمنا بيبدأ مع لوكاس اللي بيلعب في حديقة بيتهم، وبتيجي مجموعة من الأطفال المتنمرين وبيتريقوا عليه بسبب نضارته وبيضربوه وبيمشوا. ولوكاس لما بيقع بيشوف النمل عامل مستعمرة في الحديقة بتاعة البيت، وبيمسك مسدس المية وبيغرق المستعمرة، ودايما بيعذبهم لأنه شايف إن هو أقوى منهم زي ما بيعمل أصحابه معاه دايما. والنمل بيحاول يهرب بسرعة جدا، وفي نفس الوقت ده مامته بتنادي عليه وبتدخله، ولوكاس بيتضايق جدا وبيقول لمامته إنها شايفاه دايما عيل صغير، وبيرفض إن هو يروح معاهم رحلة الأجازة عشان يحتفلوا بعيد جوازهم هي وباباه. وبنشوف زوك النملة اللي بيحاول يعمل أي اختراع عشان يحمي المستعمرة من شر لوكاس اللي كل يوم بيعذبهم ومش بيعرفوا يعيشوا في أمان بسببه. وبيجي مدير زوك اللي بيقول لهم إن هم عندهم نقص في مخزون الأكل لأن ما بقاش فيه أكل جديد بيجيبوه، وزوك بيقول له إن الحل إنهم يهاجموا لوكاس ويقتلوه. وبتقول لهم هوفا إنهم غلط لأن هيروح أرواح نمل كتير على الفاضي، وشايفة إنهم يروحوا لوكاس ويقنعوه إن هو يبطل يأذيهم. وزوك بيقول لها إن البشر أشرار ومش سلميين زي النمل. والصبح لوكاس بيودع مامته وباباه وبيقعد مع أخته وجدته في البيت، ولما بيكون في الحديقة أصحابه المتنمرين بيجوا بيتريقوا عليه وبيوقعوه وبيرموا عليه صاروخ، وبيبص على إيده وبيلاقي نمل وبيقرر إن هو يهاجمهم تاني بالمية. بس المرة دي المية كانت جامدة وبتغرق نمل أكتر، وزوج بيحاول إنه ينقذ الخلطة السحرية وفعلا بينقذها. وبيجي عامل من شركة المبيدات وبيقول للوكاس إن بابا اتفق معاه إنه يرش الجنينة بس نسي العقد، وبيطلب من لوكاس إنه يمضيه مكانه، ولوكاس بياخد العقد وبيمضيه مكان باباه. والنمل بيقرر إنهم يروحوا البيت لوكاس وبيهاجموه، وخصوصا إنه زوك نجح في تجربته وإنهم هيخلوا لوكاس في حجم النملة وساعتها هيقدروا ينتقموا منه. والنمل فعلا بيخرج بالليل وبيدخلوا لوكاس اللي بيكون نايم وبيقربوا منه، وزوك بيحط في ودنه الخلطة بتاعته. وشوية ولوكاس بيصحى وبيلاقي نفسه حجمه صغير جدا وبيقع من على السرير وبيلاقي نفسه في كيس شيبسي، والنمل بيمسكوه وبيهاجموه وبيحاولوا يخرجوا بره البيت. بس لوكاس بيصرخ بصوت عالي وجدته بتسمعه اللي بتحسب فيه حرامي في الشقة، وبتشوف النمل وهم ماسكين لوكاس وبتستغرب من حجمه اللي بقى صغير جدا. ولوكاس لما بيوصل لمستعمرة النمل بيواجهوه في المحكمة بكل الخسائر اللي سبب فيها، وملكة النمل بتحكم عليه انه يعيش في المستعمرة معاهم ويتعايش معاهم على انه نملة ويجمع الاكل ويحميهم من العناكب واي خطر. والصبح بتيجي هوفا لوكاس عشان تعلمه، ولوكاس بيكون رافض انه يروح في اي حتة، بس هوفا بتقول له ان لازم يتعلم عشان يروح البيت في اسرع وقت. وهوفا بتاخده للقائدة اللي بتجمع الاكل علشان تعلمه، والقائدة بتتعصب جدا لانه تسبب في خسائر كبيرة جدا وضيع مخزون الاكل. بس هوفا بتقنعها انها تعلمه وبتطلب منه ينضم للفريق الازرق، وبتعمل لهم اختبار ولازم ينجحوا فيه. والاختبار انهم يعدوا المنحدر بالتعاون ويجيبوا صخرة بسرعة ويجوا، والفريق اللي يوصل الاول هو اللي هيكسب. والفرقتين بيتحركوا بس لوكاس بيقف مكانه لانه ما بيعرفش يعمل حاجات كتير النمل بيعملها، وفريقه بيحاول يساعده بس لوكاس بيقع منهم وبينزل عند الصخرة، وبيفتكروا ان هو عمل كده عشان يكسبوا وبيروحوا وراه عند الصخرة. والفريق بيحاولوا ان هم يساعدوه وبيتأخروا، والفريق التاني بيوصل قبله وبيكسب. ولوكاس بيتضايق جدا وهوفا بتقول له انه كان كويس جدا ولازم يكمل، وهو بيطلب من هوفا تسيبه لوحده، بس هوفا بتقول له ان طبيعة النمل انهم يساعدوا بعض عشان كده هي بتساعده. وفجأة هوفا بتلاقي حشرات كتير بتهاجم المستعمرة وبيهربوا بسرعة، وبتطلب من لوكاس انه يستخبى ورا الزرع، والحشرة بتاخد هوفا ولوكاس بيهرب وبيقرر انه ينجى بنفسه، والحشرات بتهجم عليه ومش بيعرف يهرب منهم وبيكونوا محاصرينه في كل مكان. ولوكاس وهو بيجري بيلاقي الصاروخ اللي رموه عليه اصحابه وبيحاول يولعه من جديد، وبيولعه فعلا وبينفجر، والحشرات بيهربوا بسبب الصوت اللي رعبهم. وكل النمل بيحيوا لوكاس وبيشكروه على شجاعته، وبيروح بالليل مع هوفا واصحابها وبياكل معاهم كتير لحد لما بطنه بتوجعه، وهوفا بتديله اعشاب وبتقول له انها هتحسن بطنه. وبياخدوا لوكاس في جوله داخل المستعمره وبيوروه كل الاماكن وبيحكوا له عن ملكه النمل اللي عملت المستعمره كلها. وهوفا بتقول له انهم عندهم اعتقاد انها هترجع باكل كتير، وبيروحوا غرفه الصخور وبيوروه صخره كبيره وبيقولوا له انهم ما يعرفوش اي حاجه عنها. ولوكاس ساعتها بيفهم ان ده المبيد الحشري وبيقول لهم انه لازم يرجع البيت بسرعه، بس هم بيرفضوا بيقولوا له انه ما ينفعش يخرج من المستعمره. فلوكاس بيضطر يكذب وبيقول لهم ان هو هيروح يجيب اكل من البيت علشان الاكل بتاع المستعمره مش هيكفي، وبيوافقوا وبيروحوا معاه. ولوكاس بيسيبهم في البيت وبيروح يجيب رقم التليفون بتاع الشركه، وبيروح على التليفون وبيكتب الرقم وهو بيتنطط وبيقول لهم في المكالمه ان هو عايز يلغي العقد وما يجوش يرشوا، بس اتضح ان هو اتصل برقم غلط وطلع محل بيتزا، بس ولا هو سامع ولا هم سامعينه، وهو بيفتكر ان لغى العقد وانقذ النمل. وبتيجي فجاه اخت لوكاس وبيتحركوا بسرعه قبل ما تهاجمهم وبيهربوا ما عدا نمله واحده. اخت لوكاس بتهاجمها وبتحاول تقتلها، وقبل ما تقتل النمله بتيجي جدتهم وبتنقذها لانها عارفه ان لوكاس اكيد معاهم. وبيرجعوا على المستعمره وزوج بيطمن على هوفا وبيعرف ان لوكاس هو اللي خرج النمل من المستعمره، وبيقول له ان يبعد بعيد عنهم ويهرب. ولوكاس بيبعد بعيد عن المستعمره وبيهرب، وهوفا بتسال زوج عن لوكاس وبيقول لها انه خلاه يبعد بعيد عنهم لانه عاوزهم في امان وخايف عليهم منه، بس هوفا بتدافع عنه وبتقول له ان هو كان بيساعدهم وبيجيب لهم اكل من بيته. فبتقرر هوفا انها تروح وراه وبيروح وراها اصحابها، وبيشوفوا لوكاس وهو واقف قدام البحيره وفي ضفدعه بتهاجمه وبيحاولوا ينقذوه،
بس الضفدع بيبلعه وزوج بيحاول ينقذه، والضفدع بيبلعه هو كمان، وبيشوفوا حشرات كتير كمان جوه، وزوج بيحط اعشاب بتخلي الضفدع يطلع غازات وبيطلعهم كلهم بره. ولوكاس بيشكره جدا عن اللي عمله عشانه، وزوج بيقول له ان هو عمل كده عشان هوفا ما تزعلش منه. وبيقرروا كلهم انهم يرجعوا تاني للمستعمره، وبيمشوا كتير ومن التعب بيريحوا، بيقرروا انهم يكملوا الصبح. ولما بيصحوا بيلاقوا نمله كبيره بتتحرك، وبيفتكروا انها النمله الام وبيفرحوا جدا. ولوكاس لما بيشوف بنضارته بيلاقي ان عربيه المبيد والراجل اللي بيرش جه، وبيفتكر ان هو اتصل بيهم ولغى العقد معاهم. وفي الوقت ده المستعمره كلها بتحتفل ومفكرين ان النمله الام جت، بس لوكاس بيقول لهم ان ده مبيد الحشري وده قادر ان هو ينهي حياتهم كلهم في ثواني. والنمل بيسالوا لوكاس ازاي عرف ان ده المبيد الحشري، فلوكاس بيعترف وبيقول لهم ان هو اللي كان متعاقد معاهم. والنمل مسكوه بيقرروا ان هم يحبسوه، بس لوكاس بتجيله فكره انه زوك يصغر العامل بالماده اللي صغروا بيها، وبكده هيقدروا ان هم يسيطروا على العامل قبل ما يقتلهم. وبتعجبهم الفكره وبيقرروا ينفذوها، وبيطلبوا من الحشرات اللي بتطير انهم يوصلوهم لودن العامل ده. وبيركب لوكاس والنمل على ظهر الحشرات وبينطلقوا لحد لما بيوصلوا للعامل، وبيتفاجئوا ان العامل حاطط سماعات في ودنه، والعامل بيكون مستمر في رش الحديقه بالكامل وحياتهم بتتهدد. ولوكاس بتجيله فكره انهم يحطوا الماده على سن الحشره وتقرصه، والحشره فعلا بتعمل كده وبتقرصه، وبيجري وبيهرب وبيفضل يصغر، والنمل والحشرات بيهاجموه، وبيرجعوا الحشرات وهم فرحانين ومعاهم لوكاس اللي انقذ حياتهم. وملكه النمل بتكرمه، وزوج بيديله الماده اللي هترجعه لحجمه الطبيعي، وهوفا بتحضنه وبتودعه. والصبح لوكاس بيكون راجع لحجمه الطبيعي، وبيستقبل باباه ومامته اللي جم من السفر. ولوكاس بيلاقي الولد المتنمر بيضايق ولد تاني وبيروح عشان يدافع عنه، وكل الاولاد بينضموا له. والولد المتنمر بيحس ان هو بقى لوحده ومحدش معاه، وبيخاف منهم جدا وبيسيبهم وبيهرب. ولوكاس بيحط للنمل حلويات كتير جدا علشان ياكلوا منها. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك. انا احمد ويلا، واللي كتب السكريبت ده القائد محمد عوض.